تنفيذ إضراب عام بمدينة تطاوين دعت إليه أمس مجموعة من الشباب معتصمة منذ أيام على خلفية المطالبة بالتشغيل بالشركات البترولية بالجهة. وشهدت الحياة العامة بالمدينة شللا كليا، حيث نفذ التجار والحرفيون وكل العاملين في الإدارات الجهوية والمحلية إضرابا عن العمل، جاء إثر سلسلة من الاحتجاجات آخرها الاعتصام المتواصل منذ 4 أيام أمام مقري الولاية والإذاعة الجهوية بتطاوين. ويصر المعتصمون على الإيفاء بوعود الحكومة التي أعلنها وزير الصناعة والتكنولوجيا في زيارته أواخر أفريل الماضي للجهة، والمتمثلة في تشغيل 158 شابا في الشركات البترولية البالغ عددها أكثر من 100 شركة، وانتداب 60 شابا آخر في شركة سبخة أم الخيالات المنتظر إحداثها لاحقا. وقد ساند المواطنون هذا الإضراب من أجل إيلاء التنمية في الجهة العناية التي تستحقها، وتوفير الدعم الكفيل بإحداث مواطن الشغل والاستثمار على غرار الجهات الأخرى. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف مراسلنا خميس بوبطان. خميس، مرحبا بك زينة. أهلا بك. إذن ما هي التفاصيل المتوفرة لديك حول هذا الإضراب الأول من نوعه بهذا الشكل في تطاوين؟ هو بالفعل كما ذكرت زينة هذا الإضراب الأول من نوعه، ولكن هو حقيقة جاء بعد استنفاذ كل الانتظارات وكل الوعود التي قدمتها الحكومة المؤقتة وكذلك السلطة الجهوية وكذلك على مستوى السنوات الماضية. المواطنون هنا وخاصة الشباب منهم المعطل عن عمل مل من هذه الوعود الجائفة التي تتحدث عن تشغيل أصحاب الشهادة العليا وغيرهم من طالبي الشغل في ولاية تطاوين، وخاصة في الشركات البترولية المنتشرة بصحراء ولاية تطاوين التي يبدو أن لا رقيب عليها. وآخر هذه التطورات التي جاءت بهذا الإضراب الشامل العام التي شهدته مدينة تطاوين اليوم كل مواطني هذه الجهة هو الوعد الذي لم يتحقق بتشغيل حوالي 158 شابا عاطلا عملنا أصحاب الشهادة العليا. كان وعد بها وزير الصناعة والتكنولوجيا لما جاء هنا إلى ولاية تطاوين في زيارة عمل. انتظر الشباب أن يقع تنفيذ هذا التعهد بتشغيلهم، لكن مر الموعد الأول يوم 15 ماي، ثم انتظروا أسبوعا آخر لم ينفذ هذا الإجراء، ودخل الشباب والعاطلون على العمل في اعتصام مفتوح كما ذكرت أمام مقر الولاية وكذلك أمام مقر الإذاعة الجهوية بتطاوين. ولكن اليوم نفذ هذا الإضراب الشامل الذي شارك فيه جميع المواطنين في ولاية تطاوين وكذلك الأحزاب السياسية والمنظمات ومكونات المجتمع المدني. هذا الاعتصام كذلك تم فيه وقفة احتجاجية وتجمع غفير من أهالي الجهة أمام مقر الولاية للمطالبة بإخراج المسؤولين وخاصة السلطة الجهوية. وفي هذا الشأن قد غادر والي الجهة وبعض المسؤولين مقر الولاية صباح هذا اليوم تحت حماية الجيش الوطني مطالبتهم بالاستقالة، لأن السلطات الجهوية عجزت عن تقديم الحلول العاجلة لشباب ولاية تطاوين وخاصة في مستوى التشغيل. ولكن في الجديد هذا الإضراب المفتوح قد توجه مجموعة من الشباب العاطل عن العمل إلى منطقة تامور بمعتمدية رمادة، أين تقع محطة لضخ البترول من حقول النفط في ولاية تطاوين لقطع هذا الضخ من هذه المحطة وإيقافها. هذا الجديد الخاص بهذا الاعتصام، وفيه تصعيد متواصل لهذا الاحتجاج، بل أن الاحتجاج هذا والإضراب سيكون مفتوح بحسب منظميه إلى أن يتم الاستجابة لهذه المطالب. هي المطالب لا تتعلق فقط زينب بتشغيل أصحاب الشهادة العليا والمعطلين في شركات البترول. المطالب تتجاوز هذا الأمر لتشمل التنمية بشكل عام في ولاية تطاوين. نعم. وهؤلاء المحتجون وكذلك المعتصمون أمام الولاية يطالبون الحكومة المؤقتة بتنفيذ تعهداتها في الإطار هذا حتى لا تكون ولاية تطاوين دائما مهمشة ومنسية كالسنوات الماضية. من أبرز المطالب التي تقدم بها هؤلاء المحتجون الانطلاق الفوري في إحداث المنطقة الصناعية والسياحية مع إنجاز القطب التكنولوجي بالولاية، الإسراع بإنجاز الفعلي والانطلاق الفعلي لإنجاز مشروع أملاح الصوديوم بأم الخيالات، كذلك تسهيل الإجراءات الإدارية والمالية لكافة باعثي المشاريع بالجهة من الجنسين من الإناث والذكور. هذه أبرز المطالب، ولكن ما هو مؤكد زينة أن هذا الاحتجاج سيتواصل وفيه تصعيد آخر حتى تستجيب الحكومة لمطالب أهل تطاوين. نعم، شكرا لك مراسلنا خميس بوبطان، حدث لنا عبر الهاتف من تطاوين.